بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا يبدأ باش نشكر نساء ورجال الصحافة على الحضور ديالهم التشريف ديالهم لينا. جمعية فاس السايس اللي كتنظم الدورة الثامنة هذا السباق تحت أنغام الموسيقى الروحية، وما يمكنش نتكلم على هذا السباق وما نشكرش جميع رجال السلطة اللي تعاقبوا على مدينة فاس، من أولهم إلى آخرهم الأخ سعيد الزنيبر والي مدينة فاس، وآخر ما كاين وهو استقبال اللي استقبلنا الكاتب العام البارح أنا والأخ بالخياط اللي عطى التعليمات ديالو باش يسهلوا جميع الأمور في التنظيم، فالشكر موصول اليوم. أنا غنشكر بالخصوص واحد أخ رجل السلطة، أخ الدردوري والي السابق لمدينة فاس، لأن أول ما سمع الفكرة هو اللي تبنى هذا السباق، هو اللي تبناه، وهو اللي كان كيعطي التعليمات ديالو وكان كينجح، ولهذا لا بد الشكر ليه ولجميع المساهمين. بالشكر لكل هاد الناس اللي ساهموا. ملي كنقول هاد الناس راني كنقول السلطات المحليه، راني كنقول رجال الامن، راني كنقول الوقايه المدنيه، راني كنقول الصحه، راني كنقول القوات المساعده، يعني كنقول الجميع. وكنعتذر اذا كنت نسيت. كنشكر العداء العالميين المغاربه ديالنا اللي حضروا وشرفوه، من هو المتوكل هشام القروج اللي شارك فيه، هشام القروج، خالد السكا، رشيد البصير، ابراهيم الحنفي، زاد البدوان، ابراهيم بوطيب، زهراوي عزيز، جواد غريب، ابتسام، يعني هادو كلهم عويطه اللي ما كانش، عويطه الوحيد الا زولتي من هاد الابطال المغاربه اللي هما حرزوا على الميداليات الذهبيه. حتى الاخ داوده كان حضر معنا في اول دوره الندوة الصحفية اللي درنا. أولاً شهادة تقدير وتنويه الأسرة المنخرطة في مجال تنظيم السهر على هذا، أنا أعتبره مولود في الآن، وإن كان 8 سنوات، مولود رياضي بامتياز على مستوى الرياضات هنا في مدينة فاس. عيشت الدورات تقريبا كاملين وعرفت المراحل، واللي جميل جدا هو الثقه اللي موجوده داخل اسره واحده، لانهم كنعرفوا باش يبقى رئيس اللجنه المنظمه وايضا المدير التقني جنبا الى جنب 8 سنوات هما غاديين. هذا في حد ذاته يسير نجاح، وانتم من الجميع انهم صفقوا بحراره على هذا الثنائي وعلى لجنه وعلى جمعيه فاس وعلى كل شيء منخرطين في نجاح هذا الحدث الرياضي. الان سفيان البقالي غادي يشرفنا هذه السنه، يعني يمكن لي نقول لك فهو تشريف لمدينه فاس، هو ابن البار لمدينه فاس. الجمعيه كتعطي 150,000 درهم، وعلى عاتقنا كناخذوا 2000 ولا 3000 ديال لي تيشيرت اللي كيجيو، على عاتقنا كناخذوا جميع الضيوف. اذا الجمعيه اللي جينا نقولوا انها كتساهم على الاقل بواحد 250 حتى 300,000 درهم من مالها الخاص. هذا الشيء في اطار تشجيع وتنشيط المسائل الرياضيه. كاين مساهمين، كاين الغرام كنشكروا اللي كتعطينا البلاصات ديال الليبيين اللي غادي يجيو على برا. كاين جماعه المشوار اللي كتساهم 100,000 درهم. هذا السباق اللي كينشط مدينه فاس بالشباب ديالها وكيعطيها واحد الرونق اللي كنفتحوا المجال لجميع الفئات الشبابيه. يمكن لها ماشي غير اللي غادي يمكن له يأدي، لا. اخر اجتماع كان عندنا في جماعه المشوار قلت لهم الا كاينين 2000 في جماعه المشوار بغاو يشاركوا مرحبا بهم. اذا غادي نعطي الكلمه للاخ بورمضان باش يتكلم بكل ما هو تقني، يمكننا نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. شكرا. بالنسبه لهذه التظاهره هذه كما عرفتوا انا يعني منذ نشاتها وانا كنشرف على المسائل التقنيه في هذه الظاهره هذه. عرفت مشاركه الاعضاء كبار، ولكن هذه السنه هذه فكاين تغيير في المطار اصبح سريع جدا، يعني بالنسبه للعدائين يمكنهم يحققوا واحد التوقيت جيد، ولهذا استدعينا بعض العدائين الاجانب باش اننا نحققوا واحد الرقم ان شاء الله تكون على مسافه 10 كيلومتر، فهي عندها واحد الاسم على
السباقات العالمية بالنسبة للتسجيلات بدات عبر البريد الإلكتروني، وكذلك بالنسبة للمراكز ديال الأكاديمية للتربية والتعليم بمدينة فاس مشكورين هما، لأن الآن أصبحت دراسة ورياضة، وهذا هو الهدف ديالنا باش أن شاء الله تطور عن طريق لأن كيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. وبالنسبة لي بوان المهمين في هذا السباق هذا، كاين الانطلاقة اللي كتكون في النسبيل على الساعة 9 صباحا، وغادي يمر السباق من شارع مولاي حسن الانطلاقة، وغيمر من شارع أبو بكر العربي، الطريق الوطنية رقم 6 لمدارة عام قادوس، شارع السعديين، شارع العلويين، شارع مولاي يوسف، شارع بو الاختصاص، شارع مولاي سليمان، يعني الحي ديال فاش جديد، يعني السوق الجديد اللي معروف، كذلك الحي ديال مولاي عبد الله، باب التكاكل، العودة لشارع مولاي الحسن، غندخلوا باب الشمس أمام جنان السبيل، باب ريافة، كذلك الرجوع إلى مدارة البطحاء، والمرور من جانب الباب التاريخي ديال مدينة فاس باب بوجلود، والوصول في الساحة الشهيرة ديال باب بوجلود ان شاء الله. الافتتاح ديالها يمكن غيكون هو الوصول ديال العدائين المشاركين في هذا السباق هذا، لان عرفات واحد النوعيه واحد التغيير، واصبحت فضاء متنفس لمدينه فاس، لان ساحه باب بوجلود عرفت واحد الاصلاحات كبيره من التوجه ديال صاحب جلاله نصرو باش المدينه العتيقه مدينه فاس تاخذ ديك القيمه اللي كتستحقها. وبهذه المناسبه كنقول لكم مرحبا بكم باش انكم توصلوا المعلومه باش الناس يجيو يشاركوا بكثره فاش يعطيو هذه التظاهره هذه. بالنسبه للمطار فهو سيرتيفي بالنسبه للاتحاد الدولي، يعني كان سيرتيفي غير جددنا السيرتيفيكا لان كل 4 سنوات القانون ديالها، لان كاين امتداد ديال الطريق، وهذا الشيء علاش كتجدد كل 4 سنوات. عاد جددناها وكنتمناو ان شاء الله العدائين ولا المشاركين انهم يخوضوا السباق ديالهم في واحد الاجواء سليمه رياضيه، باش ان شاء الله حنا موفرين كل الامكانيات لا اللوجستيكيه ولا المعنويه باش انه يكون عرس رياضي بامتياز. وشكرا لكم. ولا كان شي سؤال ولا شي تعقيب احنا مرحبا. بداية أولا أرحب بكم كزملاء. أنا كرئيس لجنة الإعلام والتواصل عندي واحد الكلمات على هذا السباق هذا. Tout d'abord, c'est une compétition qui est organisée sous l'égide de la wilaya et des autorités locales, en partenariat avec les autorités locales, avec l'appui d'un ensemble de sponsors et de partenaires dans la Fondation Esprit de Fès, l'ARAM, le conseil de la commune de Linchouar, le conseil communal et d'autres partenaires. Donc, elle vise tout d'abord la promotion de la destination Fès, parce qu'on sait tous que le sport pourrait être un vecteur de développement et participer à l'économie locale. Fès, qui accueillera certainement la CAN 2025, et également, Inch'Allah, la Coupe du Monde 2030, s'inscrit dans cette pensée, dans cette dynamique de développement que connaît le royaume sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste et le glorifie. Et l'association FES ne peut être qu'un acteur fort, acteur de la société civile qui participe à ce développement, qui participe à l'animation de la ville à travers différentes manifestations culturelles, sportives, ludiques. Aide la course d'hier le 26 mai 2024 s'inscrit justement dans cette logique de promotion touristique. D'ailleurs, le trajet et le tracé qui a été homologué, certifié, passe par les différents sites historiques, partant du jardin Genespil et arrivant à la place de Bougelot, ce qui montre aussi cette ambiance, cette dynamique de restauration de la Médina de Fès qui a été initiée par Sa Majesté le Roi, qui aujourd'hui donne ses fruits avec le retour des touristes. Aujourd'hui, avec cette reprise, on espère avoir une participation de plus de 3000 participants, athlètes marocains et étrangers, et en présence de 2 vedettes nationales, à savoir Nawel Moutioki et Soufiane Boukali,
Donc bienvenue à vous, merci pour votre accompagnement et merci pour vos questions que nous attendons avec grand plaisir.